تسمع عن حاجة اسمها الاميديت جراتيفيكيشن؟ الاميديت جراتيفيكيشن دي هي اللي موديانا في داهية. immediate gratification هي اللي بتخليك تاكل الهمبرجر والبسبوسة بدل ما تاكل اكل صحي عشان تخس. immediate gratification هي اللي بتخليك تروح تلعب بلاي ستيشن بدل ما تذاكر عشان تخش الكلية اللي نفسك فيها. immediate gratification هي اللي بتخليك لما بتتعب بتروح تمارس العادة السرية بدل ما تمسك نفسك وتستثمر في الحلال علشان تخش الجنة. الاميديات جراتيفيكيشن هي اللي بتخليك وانت قاعد في شغلك تطلع تليفونك وتقعد تقلب فيه بدل ما تشتغل وتبذل مجهود علشان تترقى وتزود مرتبك. immediate gratification معناها ان انت مش قادر تمسك نفسك وبتدور على اسرع متعة ممكن تاخدها لحظية، وبتضحي بالمتعة الكبيرة اللي ممكن تاخدها قدام. عكس الاميديات جراتيفيكيشن هي الديلايد جراتيفيكيشن، يعني ان انت تبقى عارف ان انت قدامك اختيارين. اختيار الاولاني ان انت تاخد متعة سريعة دلوقتي، ولا تستنى وتصبر وتاخد المتعة الجميلة الصح اللي احسن، اللي فيها احسن قيمة قدام. علشان توصل للديلايد جراتيفيكيشن انت محتاج حاجه اسمها قوه ضبط النفس. قوه ضبط النفس دي مش سهله، الموضوع مش سهل، مش اللي هو نتفرج على الفيديو خلاص دلوقتي عرفنا هنعمل ايه وهنعمل ايه. الموضوع عامل زي العضلات كده، كل ما بتستخدمها كل ما بتبقى اقوى معاك، وكل ما تكون طاقتها على التحمل اكبر. هتبتدي في الاول تحاول تقاوم نفسك، مش هتقدر، هتفشل، بس هتلاقي نفسك مسكت نفسك ساعه زياده، المره اللي بعديها هتلاقي نفسك مسكت نفسك يوم زياده، بعديها مسكت نفسك يومين زياده، اسبوع زياده، شهر زياده، وهتلاقي مع الوقت قوتك على التحمل وقوتك اللي بيسموها بالانجليزي السيلف ديسيبلين هتبقى اقوى، وبالتبعية هتلاقي نفسك مش شخص ضعيف بتجري على اسرع فيرجن قدامك من الاميديات جراتيفيكيشن، وهتلاقي نفسك عارف ازاي تصبر وتاخد الديليد جراتيفيكيشن اللي تديك نجاح على اللونج تيرم، سواء اللونج تيرم ده كان بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنة، في حياتك، في اخرتك، في الجنة. اي حاجة بعد كده تلاقي نفسك بتضعف وعايز تجري، اسأل نفسك هي دي immediate gratification ولا دي delayed gratification؟ هل فعلا الاستثمار والاستسلام بتاعي استسلامي اللي انا هعمله دلوقتي ده هو ده فعلا احسن حاجة ممكن اعملها، ولا لو استنيت شوية وصبرت ودوست على نفسي هاخد حاجة احسن بكتير؟ هتلاقي دايما في معظم الحالات انك تستنى وتصبر هو الاحسن. وشكرا.